الجمال العربي مش صدفة، هو مزيج بين الملامح، الكاريزما، والحضور اللي يخطف العين من أول ثانية. في فيديو اليوم عملنا تصويت وجمعنا آراء الجمهور والترند باش نطلعوا بأجمل 10 فنانات عرب في 2025. تنبيه: الترتيب هذا صدم برشا ناس، وخاصة المركز الأول. خليك للآخر وقول لي رأيك. نبدأ بالمركز العاشر، كارمن بصيبص. جمال هادئ، أنوثة طبيعية، وحضور راقي. جمالها ما يصرخش لكن يفرض نفسه بهدوء. في المركز التاسع، ميلان الزهراني. ملامح خليجية جذابة وطلة قوية زادت شهرتها في 2025، كل ظهور لها تفاعل وتعليقات. المركز الثامن، سلمى أبو ضيف. جمال مختلف، ستايل عالمي، وتعتبر من أكثر الفنانات أناقة على السوشيال ميديا. الناس يا تحبها برشا يا تختلف معها. في المرتبة السابعة، نادين الراسي. جمال قوي، ملامح واضحة، وكاريزما تخليها دايماً حاضرة مهما تغير الزمن. المركز السادس، ديما قندلفت. أناقة، ذوق، وجمال راق، كل إطلالة منها تتحول حديث الناس. دخلنا التوب 5. في المركز الخامس، منى زكي. جمال ناضج، راقي، ويكبر مع الوقت بدل ما ينقص، فنانة يحبها كل جيل. المركز الرابع، نور الغندور. جمال ناعم، أنوثة واضحة، وحضور قوي خلاها من الأكثر شعبية في 2025. المركز الثالث، ستيفاني صليباً. ملامح أوروبية عربية، وجاذبية تخطف الأنظار في أي مشهد، برشا يعتبرها الأجمل، لكن شوفوا شكون قدامها. المركز الثاني، هبة نور. جمال صريح، أنوثة قوية، و2025 كانت سنتها بدون منازع، قريبة برشا من المركز الأول. والمركز الأول، نادين نجيم. جمال ملكي، كاريزما عالمية، وأي إطلالة تعملها تولي تراند. الجمهور اختارها أجمل فنانة عربية في 2025. هذا كان ترتيب أجمل 10 فنانات عرب في 2025، لكن الأهم، رأيك أنت شكون تستحق تكون رقم 1 وشكون ظلمها الترتيب؟ اكتبولي في التعليقات، وما تنساش لايك واشتراك باش يوصلكم كل جديد من سوشيال بوس.